كنتمنى ان شاء الله تلقاكم هاد لا فيديو نتوما على خير ومرتاحين. القصه ديال هاد النهار غادا نهضر فيها على الاخوه ابو زعيتر، كيفاش ولاو فجاه اصدقاء الملك ومقربين منه، كيفاش تحولوا من مهاجرين عاديين الناس لاباس عليهم عندهم مشاريع مهمه سواء في المغرب ولا خارج المغرب. نسمعوا القصه ديالهم شكون هما. ولكن قبل ما نبداو دعموني بالاشتراك ولايك الفيديو باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه للاخوان ابو زعيتر، بزاف ديال الناس قالوا انهم دسروا وبسبب علاقتهم مع الملك ولاو دايرين ما بغاو في البلاد، وكاينين اللي قالوا انهم من اطيب خلق الله كيعاونوا الناس ومخدمين معاهم بزاف ديال الناس. القصه ديالهم وكيفاش وصلوا لهذا الشيء كامل او معنا حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للقصه ديال الاخوان ابو زعيتر، غادي تبدا نهار غادي يقرر الاب ديالهم والام ديالهم انهم يهاجروا من المغرب ويستقروا في المانيا، وبالضبط في واحد المدينه سميتها كولون. بالنسبه للاب ديالهم فهو ريفي جاي من مدينه الحسيمه، وبالنسبه للام ديالهم فهي طنجاويه. غادي يمشيو لالمانيا ويستقروا، وغادي نولوا 6 ديال الابناء، 2 بنات و4 ديال الاولاد. بالنسبه لابو بكر وعمر غادي يتزادوا نهار 10 مارس سنه 1986 وهما توأم. وبالنسبه لعثمان غادي يتزاد في فبراير سنه 1990. غادي يكبروا دوك الوليدات والاب ديالهم غادي يكون حريص على انهم يعلمهم التقاليد المغربيه والدين ديالنا من الصلاه وقراءه القران. هادشي اللي غادي يخلي هاد الوليدات غادي يكبروا في التقاليد المغربيه حقيقيه، يعني الثقافه الالمانيه ما كانتش حاضره عندهم في الدار. وكان الاب ديالهم كيدفعهم يديروا الرياضه اللي كانوا صغار، كان كيديهم لاصال وكانوا كيمارسوا الرياضه ديال الكيك بوكسين، والاب ديالهم كان دائما كيشجعهم على الرياضه. وغادي يبقاو فيها حتى غادي يديروا 15 عام، يعني فاش غادي نبداو في سن المراهقه تم السلوك ديالهم بدا يتبدل، ولاو عنيفين ومشاغبين وكيدابزوا بيناتهم. بحكم انهم كيديروا الرياضه كانت عندهم واحد البنيه جسمانيه قويه، كانت فيما كانتش مدابزه كتلقاهم هما الاولين فيها. يعني كيف ما قال الاب ديالهم في واحد التصريح، فين ما كانتش مضاربه كيعيطوا على الاخوه ديال ابو زعيتر. هادشي اللي غادي يخليهم يوليو معروفين بواحد السميه ديال التوأم المتوحش. غادي نبقاو هكاك حتى غادي نبداو يتورطوا في شي حوايج خايبين. وفعلا غادي تجي واحد الشكوى من طرف واحد السيد لاباس عليه، وهو راجل كبير، مشى عند البوليس قال لهم ان ابو بكر وعمر تعدوا عليا بالضرب وهدوني بالقتل، وحاولوا انهم يسرقوا السياره ديالي اللي من النوع الفاخر. فعلا غادي تشد ابو بكر وغادي تشد عمر. بالنسبه لابو بكر غادي تحكم بعامين و3 شهور، وبالنسبه لعمر غادي تحكم بعام ونص موقوفه التنفيذ. غادي يدخل ابو بكر الحبس وغادي يدوز هذيك المده ديالو. من ورا ما خرجوا من الحبس رجعوا اكثر ما كانوا في الاول، فين ما كانتش مدابزه هما الاولين فيها. حتى واحد النهار غادي نمشيو يدابزوا وغادي يوقع التبادل ديال اطلاق النار. تما كيناس ابو بكر غادي ينجى من الموت باعجوبه. هادشي اللي غادي يخليه يجلس مع راسو ويراجع التفكير ديالو، وهادشي هو اللي قالوا في واحد اللقاء صحفي، قال انه نجى من الموت باعجوبه. داكشي علاش غادي يقرر انه يتوب ويدير عقله. بالنسبه لعمر كان اللي قالها ابو بكر يديرها، غادي يقرروا انهم يرجعوا الرياضه، ولكن هاد المره اختاروا انهم يديروا الرياضه ديال المصارعه وبالضبط القتال الحر. وفعلا غادي يلتزموا في الرياضه وغادي يلتحقوا بواحد الاكاديميه اللي هي الاكاديميه ديال الملك فهد التعليميه في مدينه بون، وغادي يبقاو فيها وغادي تقاد السلوك ديالهم. غادي يرجعوا كيف ما رباهم باهم النهار الاول، يعني غير الصلاه والدار والرياضه. غادي يبقاو يشاركوا في البطولات. بالنسبه لابو بكر غادي يدير المصارعه. بالنسبه لعمر فغادي يقرر يتعلم التدريب باش يولي هو المدرب ديال خوه. وبالنسبه لعثمان غادي يتبعهم في المسيره ديالهم. هنا حياتهم غادي تتبدل 180 درجه، لانهم بداو يشاركوا في بطولات وبداو كيربحوا واحد المبالغ ماليه مهمه، وخداو اللقب ديال احسن رياضيين في المانيا 3 سنين متابعه. وخصوصا ابو بكر في 2018 ابو بكر غادي يفوز بواحد الجائزه اللي كتعتبر اهم جائزه كاينه في المصارعه. الجائزه كانت سميتها UFC. غادي نرجعوا للمغرب في 2018 وبالضبط في رمضان. غادي يقرر الملك يوجه لهم دعوه باش يجيو عنده للقصر باش يحتفل بهم ويحتفل بالجائزه اللي ربحوها. وفعلا غادي تنتشر الصور ديال الملك والاخوه ابو زعيتر وهما هازين ديك الجائزه اللي ربحوها، وغادي يبانوا ورا الملك كيصليو، لان النهار اللي استدعاهم كان نهار ديال الجمعه. غادي نصليو معاه الجمعه وغادي يفطروا معاه لان كان رمضان. وهنا غادي تبدا واحد الصداقه اللي قويه بين الاخوه ابو زعيتر والملك محمد السادس، وخصوصا ابو بكر. ملي صار رمضان وبدات العطله الصيفيه، هنا غادي يبدا الظهور ديال الاخوه ابو زعيتر مع الملك، وغادي ياخذ ابو بكر المدرب الشخصي ديالو لانه كان ضروري خاصو ينقص الوزن. وفعلا غادي يعطيه القصر ديال المرشال اللي كاين في مدينه طنجه، وغادي يدير فيه قاعه الرياضه باعلى مستوى. وفعلا غادي يبدا التدريب ديالو مع الملك، وغادي يظهر الملك في واحد الصوره كتجمعوا مع ابو بكر باين عليه نقصان الوزن. وغادي نبقاو اصدقاء ديال الملك ومقربين من القصر، الناس اللي كانوا كيبانوا ديما رفقه الملك، حتى غادي نبداو يقرروا يحلوا مشاريع في المغرب
اول مشروع غادي يديروه كان في مدينه طنجة، غادي يحلوا واحد المطعم متخصص في الوجبات السريعه، وفتحوا واحد المشروع اخر في مدينه الرباط وصله، غادي يديروا واحد القهوه اللي خاصه بالنساء، يعني قهوه باللون الوردي. وغادي يديروا واحد المشروع اخر اللي هو قهوه عاديه. غادي نتمشوا لهم المشاريع ديالهم في المغرب. وهنا الاخوه ابو زعيتر غادي يرجعوا عاوتاني الشمال، وبالضبط في مدينه تطوان، فتحوا واحد المطعم 5 اطوال. كان غادي المطعم بمواصفات عالميه، ولكن هنا غادي نوضع عليهم الصداع، والناس غادي يحتجوا وداروا وقفات ومظاهرات ضد هذا المشروع. قالوا انهم ما بغوش هذا المشروع. علاش ما بغوش الله اعلم، رغم انه كان غادي يخدم الناس بزاف. وفي الاخر حبسوا هذا المشروع وما بقاوش كملوه. المهم هذه هي القصه ديال هذا النهار، وكنت نتمنى من اي واحد شاف هذا الفيديو يشترك ويدير جيم باش تدعموني.